لعلنا نعود إليه في فرصة أخرى. طيب، أركان الإيمان بسيطة جدا جدا، مقوماته محدودة، إذا يمكن لأكبر عدد من الخلق أن يصيروا مؤمنين. عملية سهلة جدا. من الصعب جدا إخراجهم إلا بعد أن ينقضوا هذه الأركان أو واحدا منها. لو كفر بواحد منها يكفر. من يفعل هذا؟ الحمد لله. لكن لماذا بالذات الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، اليوم الآخر؟ ليش هذه الأشياء بالذات يعني؟ كما قلت لكم، الأسئلة الكبرى الثلاث عبر المشوار والمسيرة البشرية ما هي؟ من أين؟ الله تبارك وتعالى، من عند الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. عجيب هذا المبدأ، وهذا المصير والمسير. عندنا المبدأ وعندنا المصير، وبدنا المسير. وكتبه، الكتاب عنده الكتاب، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هدى، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ما معنى أن الدين كمل؟ ما معنى أن الدين كمل بنص هذه الآية الجليلة أيها الإخوة النازلة عشية عرفة في حجة الوداع؟ كمل بلحاظ تحقيقه أغراضه وأهدافه. ما هي أغراض الدين الأصيلة الرئيسة وأهدافه؟ الهداية، هدى للمتقين. الهداية، الله يقول من أراد الهداية موجودة في كتابي كاملة غير منقوصة. قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أعظم هداية، أتم هداية في القرآن الكريم. لا تقول لي دجال ومسيح ومهدي وإلا فأنت كافر. هذا كذب على الله، كذب على القرآن، تخبيص هذا وتخليط وتخبيط. من أين أتيتم به يا شيعة ويا سنة؟ من أين؟ لا أدري. يكفرون الناس، يشككون الناس. الرجل لم ينم ليلتين والأخت مرعوبة لأنها بدأت تشك في المهدي. شكي حتى يشك الشك نفسه. ما المشكلة؟ لا مشكلة أبدا، أبدا لا مشكلة. سوف نرى لماذا. إذن هذا المبدأ، هذا المصير، وهذا المسير بالكتاب. واحد يقول لي والرسل والأنبياء وسائط يا حبيبي، وسائط يا أخي في الله، يا إخواني، وسائط. وشيء جميل لفت نظري اليوم وأنا في الطريق إليكم، القرآن وصلنا عبر واسطتين لا واسطة واحدة. وجميل أن يكون الأمر على هذه الشاكلة، لأن هذا الكلام هو كلام الرب المتعال. يقول لك عز وجل تعالى، الله تعالى متعالي لا إله إلا هو، خارج الزمان وخارج المكان وخارج الوهم وخارج الخطور أيها الإخوة، خارج كل هذه الأشياء. فطبيعي ماذا تريد؟ تريد أن الله يخاطبك مباشرة؟ وهل تستطيع؟ هل تفهم؟ لن تفهم شيئا. لذلك هذا الكتاب تكيف مرتين. هكذا فهمت هذا وأنا في الطريق إليكم. القرآن العظيم تكيف مرتين، تكيف بالملكية ثم تكيف بالبشرية النبوئية، يعني النبوية الرسالة مرتين. فجاء الملك به، الكتاب هذا جاء عبر ملك فتكيف. كيف تلقاه الملك؟ ما هو الملك رب، هو ما هو عبد زيك ومخلوق، لكن أكثر شفافية منك، أكثر تجردا. بلغة الفلاسفة يسموها العقول المجردة على طريقتهم، أكثر تجردا، أكثر شفافية. الملك لا يشك ولا يرتاب ولا يقلق، ما عندوش القلق الديني، الحيرة الأنطولوجية ما عندوش. أيها الإخوة أقرب، هو أصلا بالنسبة إلينا من منظورنا من عالم الغيب، لكن الملك أيضا له غيبه، أليس كذلك؟ الله عز وجل وما يتعلق به الملائكة ماذا؟ غيب. لذلك هو غيب الغيب لا إله إلا هو، ليس كمثله شيء. طبعا لا تفكروا الله عز وجل ملك جالس على كرسي الملائكة تراه أو تحدق إليه وترمقه يخاطبها، حاشا لله، حاشا لله، لا إله إلا هو، لم يكن له كفوا أحد. لذلك هنا على الملائكة أن تتكيف، كيفها الله. الله أنزل عليها الكلام بطريقة معينة بحيث يتكيف معها ملكيا. لا يمكن يهبط مرة واحدة علينا، لا أحد يحتمل، لا أحد يفهمه، لا أحد قادر على أن يفك شفرته ولا بعض شفرته. ثم من الملك تلقاه من؟ النبي الرسول عليه الصلاة والسلام، فتكيف مرة أخرى بالبشرية النبوئية النبوية. وبعد ذلك ألقي إلينا، وصل إلينا، أمكن التعاطي معه، يمكن فك الشفرة، مش دائما ومش بشكل، وفي آيات متشابهات، انتبه، لا يمكن دائما. هذا هو. طيب هذا الكتاب الأعز الأجل يا إخواني هو واسطة، والنبي والرسل واسطة، والملائكة واسطة. عجيب.
يعني الأسئلة الثلاثة فعلا هي الأسئلة الثلاثة. عندنا المبدأ، وعندنا إيه المصير، وعندنا المسير بالكتاب. أما النبي فواسطة، الواسطة الثانية المتأخرة، وأما الملك فواسطة. لكن لابد أن نؤمن به أيضا، نؤمن بالملك كواسطة حتى نعرف مصدر الكتاب، من أين ألقى إلينا هذا الكتاب. قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. شوف، روح أمين وقلبك واسطتان. والمراد الهداية بالنذارة والهداية بالبشارة كما في آيات أخرى. الهداية هنا بالنذارة والهداية بالبشارة أيها الإخوة. هذا هو، هذه أركان الإيمان. الآن سؤالي أيها الإخوة، هل أنت كمؤمن، هل أنت كمؤمنة أختي تحتاجون أو تحتاجان هذه الأركان الآن وهنا؟ طبعا كلها الآن وهنا. كل مؤمن لا محيدة لا محيصة أيها الإخوة عن ماذا؟ عن أن يحتاج إلى هذه الأركان كلها ضربة واحدة. ما يمكن. أحتاجها. واحد يقول لي الإيمان مش بالنبي، بالأنبياء. ما قالش بالنبي، قال بالأنبياء. والإيمان مش بالكتاب القرآن، بالكتب. ليش طيب؟ واضحة جدا جدا. ليش؟ أقول لك ليه. لأنه لو كان الإيمان فقط بالنبي، نبينا خاصتنا محمدنا رسولنا، لما تبرر هذا الإيمان، لما أمكن برهانه أبدا، ولا أمكن دحضه وتكذيبه من أقرب وأقصر طريق. تعرفون لماذا؟ لأنه سيقال لماذا نبيكم هو أول نبي وآخر نبي؟ سنقول الله ابتعثه ونبأه لهدايتنا، لهداية البشرية، وهو رحمة. سيقول لك قائل مباشرة وأما الأجيال السابقة في عشرات ألوف السنين، إن لم يكن في مئات ألوف السنين أو ملايين السنين كما يقول علماء الأنثروبولوجيا، هؤلاء هلكوا، ذهبوا إلى الجحيم. هذا السبب نفسه هو الذي أوقع مسيحيين ويوقع مسيحيين كثر في كل العصور في التشكيك في دينهم، خاصة بلحاظ مبدأ الكفارة. مبدأ الكفارة أن الله أرسل ابنه الوحيد وذبحه أو صلبه على الصليب، أماته على الصليب من أجل أن يكفر الخطيئة الموروثة، الإرب سوندي. جميل. والسؤال يثور من فوره، فما مصائر البشر الذين لم يدركوا المسيح ولا فداء المسيح على الصليب؟ هلكوا في الخطيئة، هلكوا في الخطيئة. ما ذنبهم أن يذهبوا إلى إلى هادس، إلى الجحيم، إلى الهلة؟ لماذا؟ ما في جواب. صعب جدا أن تجيب. كذلك أنت الآن تقول لي محمد أول نبي وآخر نبي، كويس، وأجيال البشر قبل محمد ذهبوا إلى إلى الجحيم. ما في. لذلك القرآن قال لك لا، قل ما كنت بدعا من الرسل لا نفرق بين أحد من رسله. وانتبهوا، بنفس هذا التبرير والتسويغ العقلاني المفهوم جدا، الوحياني العقلاني، الله يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. لست محتاجا أن نقص عليك كل أنباء الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأننا ما قصصنا عليك إلا فقط لتبرير النبوة، وتبرير بعد ذلك نبوتك تبرير نبوتك خاصة، وقد حصل. هذا يحصل بماذا؟ بأن تعرف أن سلسلة الأنبياء لم تنقطع، وإن من أمة إلا خلا فيها بنفس المنطق تبرير الوحي، تبرير الكتاب يكون بالتأكيد على الإيمان بماذا؟ بجملة الكتب، مش أول كتاب. واحد يقول لي طيب الله نبأ نبيين وأرسل رسلا، يا أخي لكن بلا كتاب، لماذا نبيكم عنده كتاب؟ القرآن قال لك لا، مش أنا الوحيد. الأنبياء الكبار، الرسل الفخام العظام عندهم كتب، وأعجب من هيك كمان، كتابي يصدق ما في كتبهم.